بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل فضيلة الشيخ سائلة رمزت لاسمها بنون ميم صاد، المملكة العربية السعودية المنطقة الوسطى، تقول: عندما يكون الشخص صائما سواء في شهر رمضان أو في غيره ونودي لصلاة المغرب، هل يفطر مباشرة من أول سماعه للأذان أم يجيب المؤذن الأول ثم يذكر الأدعية الواردة بعد الأذان ويفطر بعد ذلك؟ أفيدونا فضيلة الشيخ. لا أعتقد أن في المبادرة بالإفطار وإجابة المؤذن، لا أعتقد أن بينهما تعارضا. طيب. لأنه يمكن أن يجيب المؤذن وهو يأكل. طيب. فنقول إذا سمع المؤذن الثقة الذي لا يؤذن إلا بعد دخول وقت المغرب، إن الإنسان يمكنه أن يأكل تمرة أو تمرتين أو أكثر وهو يجيب المؤذن. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم.